أجنبية من هنود ونيوزيلنديين وهولنديين وأرمن. إيه دورهم في الثورة يا دكتور؟ ويهود. دورهم في الثورة، في الثورة المضادة بقى. الأرمن يعني زي ما قلنا في الحلقة اللي قبل كده، مع الأسف المصريين أحسنوا استقبالهم، والمصريين زي ما قلنا شعب مضياف، ومصر بلد الغريب زي ما بيتقال. ما حصلش يا دكتور. نعم؟ ما حصلش. ايه اللي ما حصلش؟ حته احسنوا استقبالهم دي. لا يعني المصريين ما اضطهدوش الارمن، ما كانش في اضطهاد للارمن. لا، كلام غير صحيح. ده كلام اونطه بيقولوه في التلفزيونات. الواقع اللي عندي هنا من الكتب، انا في ايدي كتاب اهو لدكتور محمد رفعت الامام، اسمه الارمن في مصر من 1896 الى 1961. في الكتاب ده بيحكي ان في 1896 لما حصلت الحرب او الدولة العثمانية قامت باضطهاد الارمن او طردهم او باشعال فتيل الحرب فيهم وقتلهم يعني. تمام. حصلت هجرات لمصر، خاصة في ثغر اسكندرية ورشيد ودمياط. الشعب المصري رفض تواجد الارمن. ليه؟ لان في الفترة دي كانت مصر في اضمحلال اقتصادي غير طبيعي نتيجة سوء إدارة الخديوي إسماعيل ده هتجحمه. القطاع الأعمال كله كان مملوك لناس غير مصريين، خاصة من فرنسا ومن سويسرا ومن النمسا، وأغلبهم من اليهود بالمناسبة. بالتالي الأعمال الفرعية اللي هي اللي متبقية اللي مش مستحوذ عليها أو مش محتكرها الأجانب، حلاق، جزمجي، جرسون، شيان، بقال، حاجات الخفيفة قوي اللي يا دوبك المصريين يقدروا ياكلوا منها حاجة بسيطة، ده ايه اللي لقوها اصلا. فلما الارمن دخلوا مصر كانوا عشمانين يخشوا يحلوا محل المصريين، خاصة في اسكندرية. فطبعا المصريين رفضوا، يعني يا واكل قوتي يا ناوي على موتي. اسكندرية حصل فيها حرب شوارع ما بين الارمن وما بين المصريين. لذلك سنة 1916 حصل الحرب العالمية الأولى. الإنجليز